السلام عليكم. سرايا القدس تستهدف موقعا إسرائيليا حساسا بصواريخ موجهة وتحقق إصابات مؤكدة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن استهداف عدة مواقع إسرائيلية حساسة بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققة إصابات مؤكدة. وفي بيان لها قالت سرايا القدس: تمكن مجاهدون بعون الله من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققة إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدون إلى قواعدهم بسلام. وأفاد مراسل إرتي بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية جديدة تجاه مستوطنات غلاف غزة، في حين استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الشنباري في بيت حانون شمال قطاع غزة، كما استهدفت أراضٍ زراعية بمحيط مقر الهلال الأحمر شرق جباليا بشرق القطاع. وذكر مراسل إرتي أن الطيران الإسرائيلي شن غارات جديدة على بيت لاهيا ومنطقة السلاطين شمال قطاع غزة، وهذا في البارحة. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.